اوعي تكوني لسه بترمي العيش البايت. من النهارده بقى مش هترمي ولا فتفوتة عيش، هنعمل منه البقسماط الناعم اللي هينفعنا في حاجات كتيره جدا. تعالي بقى هقولك ازاي. طريقته سهله جدا. هنجيب اي نوع عيش زايد عندنا، سواء شمسي فينو او عيش ابيض او عيش شامي او العيش اللي احنا بنجيبه على البطاقه ده. اي نوع عندك تقدري ان انت تستخدميه. ولو العيش بات منك مثلا ومحدش بقى عايز ياكله، هاتيه بقى كده حطيهم في الفريزر وجمعي كده كميه، وبعد كده حمصيهم بقى في الفرن على نار هاديه جدا جدا جدا. بصي بقى على اهدى نار عندك كده، ولعي عليهم الفرن، سيبيهم بقى لحد لما ينشفوا معاكي تماما. والعيش الشمسي بياخد وقت اطول من العيش المصري والانواع التانية من العيش. يعني انت لو هتعملي عيش شمسي سيبيه مده اطول لحد لما ينشف، قلبه ينشف من جوه كده ويبقى معاكي ناشف خالص، تعرفي ان انت تكسريه كده بكل سهوله. اول ما تلاقيه هش معاكي كده وبيتكسر معاكي سهل جدا، يبقى كده خلاص هو نشف معاكي تماما. فيهم بقى على الرف الاوسط في الفرن وشغاله عليهم، بس اهم حاجه ما ياخدش لون غامق معاك علشان البقسماط ما يمررش معاكي بعدين. يعني خليه لونه زي كده، لونه فاتح بس متحمص وناشف. ولو هتنشفي عيش شمسي حاولي ان انت تقسميه كده الاول بالسكينه، او لو هو قطع صغيره عادي برضو مش مشكله. حاولي برضو ان انت تقلبيهم في الفرن من وقت للتاني على كل جهه او كل جنبه لحد بقى ما كله ينشف وقلبه ينشف. بعد بقى ما تحمصوا معايا في الفرن قمت طافيه عليهم وسبتهم كده في الفرن زي ما هما لتاني يوم. عايزه مستعجله عليهم وعايزه تفرميهم في نفس اليوم مش مشكله بقى، طلعيهم سيبيهم بقى يبردوا معاكي تماما. بعدين بقى كسريهم زي ما انا عملت كده، كسرتهم الاول كده بايدي، بعدين بقى احطهم بقى في الكيس ده كده وهدقهم بقى بايد الهون. وممكن تحطيهم في كيسين جوه بعض علشان الكيس ما يتفتحش منك لانه بيتخرم طبعا لان العيش ناشف، فيفضل يعني ان انت تحطيهم جوه كيسين افضل. دقيتهم بقى كده لحد لما تكسروا معايا قطع صغيره، علشان انا طبعا مش عايزه ابوظ المطحنه بتاعتي، فما ينفعش بقى ان احنا نحطهم كده كبار او يعني يبقوا متكسرين صغير كده زي ما انتوا شايفين كده. التكسيره تبقى صغيره مش قطع كبيره علشان المطحنه بتاعتك ما تبوظش. ولو حسيتي ان في قطع كده من العيش لسه ما اتطحنتش كويس، شيليها كده وطحنيهم بقى مع الكميه التانية اللي انت هتطحنيها لحد ما تنعم معاكي خالص كده، وكل الكميه بقى تطحن معاكي كويس. هخلص بقى كده كل الكميه بنفس الطريقه كده. دي بقى طريقه البقسماط الناعم، سهله جدا وتقدري تستخدميها في حاجات كتيره جدا. تعملي منها البانيهات والبوفتيك، تقدري تستخدميه في حاجات كتيره، وبنضاعف فيه برده كميه الكفته. يلا بقى جربي تعمليه في البيت، هيعجبك جدا جدا ولا غنى عنه في اي بيت. ولو حابه تحطي له ملح وتوابل في الوقت ده ممكن تحطي، لو مش حابه خلاص. انا بحب اسيبه كده لاني انا بكون متبله الحاجه تمام، وده بس الغلاف الخارجي فبسيبه زي ما هو كده. يلا بقى تشجعي اعمليه في البيت، هتوفري على نفسك وكمان حاجه مضمونه من بيتك وعاملاها على ايدك. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب دايما. ولو وصلتوا لهنا بقى وعجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك وفعلوا الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم مني كل جديد انا بنزله. ومليون مرحب بكل مشتركين الجدد، زادت القناه نور وشرف بانضمامكم لينا. كل الشكر والتقدير لمتابعيني وحبايبي.